في شيء بلش الفار يلعب بيه، عم تخططوا له انتم شو هو؟ خلق مناخ لتقسيم سوريا، تضل هي حالة العداء الطائفي موجودة، تضل هي القصة لتمرير مشاريع ما، شو في براسكم؟ ما عم بفهم. لأنه ما في مبرر يا سيد أنس خطاب بجرد قلم تطلع تقول وزير العدل يصدر قانون وزارة الداخلية للتنفيذ، سلطة تنفيذية وتشريعية، صاحب منصة، صاحب سوشيال ميديا، صاحب مظاهرة، ناشط، مسلح، شخصية عامة، كل من يشتم مكون أو يهدده أو يتعالى عليه أو يستكبر عليه أو يهدد بقمعه بسبب أنه عم يدافع عن السلطة أو يهدد بمقتله وكذا، ليش اللي عم تشوفوه بالشارع؟ يجرم بالقانون كذا كذا كذا. هلا ما أصدرتوا هيك قانون، ليش؟ صعب نصدر قانون نقول لهم ممنوع الخطاب الطائفي، ممنوع خطاب المذهبي، ممنوع خطاب الكراهية. أي مظاهرة تنظم بشكل عفوي ولا مو بشكل عفوي تنادي ضد مكون سوري أو مذهب أو طائفة سيحكم بالسجن لمدة كذا ويدفع غرامة كذا. صعب تطالبوا هذا القانون؟ لا. ليش ما عم تطالبوا؟ سؤال بريء، ليش ما عم تطالبوا؟ مجرد قلم تعملوه مثل اسرع منكم بالتعيينات ما في. مرسوم رقم 1 بتعيين فلان النائب العام، مرسوم رقم 6 بتعيين فلان، جملتين هن جملتين بالقانون، قانون الجرائم الالكترونيه ورا، ويسلم السلطه للشعب ويعمل مؤتمر وطني حقيقي. اول ادحنا اياه شو المؤتمر؟ ان ماشي الحال، هي البضاعه الموجوده. ثاني ادحنا اياه الحكومه المؤقته اللي عينها. ثالث بيان الدستوري، الاعلان الدستوري. رابع شيء هلا العقود بلشت تتوقع، بلشت تنباع الاراضي بالشام، بلشت قطاعات الكهرباء وقطاعات الغاز تروح لشركات ما بنعرف شو اساسها وشو راسها، والمواطن مو عرفان شيء. لك انتم حكومه مؤقته شغلتكم تعملوا عقود غاز وتعملوا عقود كهرباء وتعملوا عقود مع شركات امريكيه وشركات اسرائيليه وشركات تركيه وشركات قطريه. لكن شو شغله الحكومه؟ شغلتكم ترتبوا البيت الداخلي وتنقلوا السلطه تسلموها للشعب. بس الشعب مو فاهم راسه من رجلينه، عم يتم استغلال جوعه، عم يتم استغلال خوفه من الاسد، عم يتم استغلال خوفه من عوده فلول الاسد، عم يتم استغلال عوز المواطن اللي بده نسمه هواء بس تعطيه شوي تبرد له قلبه شوي لك لقمه تشبع جوعه، عم تستغلوا كل ذلك وتتغطوا فيه في سبيل انه نحن يعني هلا الوضع بدنا نحاول نحسن وضع المواطن. اللي بده يحسن وضع المواطن كان استغلها 6 اشهر، سوى مؤتمر وطني، دعا الدروس، دعا يا سيد حكمه الهجري، هي عندك عند رجال الشرطه تبعك وهي محافظ من عندك من السويدة، ويلا اتكلوا على الله يا شباب، الله محيي بني معروف، تعملون زياره بتقعد معهم تاكل منسف تنحل الامور بدقيقتين. نطلع عند مظلوم عبدي من انه هي المنطقه انتم ديروها مؤقتا وحتكونوا جزء من الجيش السوري ان شاء الله، موقع اتفاقيات تركيا لن نقبل ونقبل، ما لكم علاقه فينا، نحن بنتعهد لا نعتدي عليكم ولا تعتدوا علينا، رجاء لا تقربوا علينا، بنحل مشاكلنا مع الكرد. اما شوي بدي ارضي اردوغان، شوي بدي ارضي الاخوان، شوي بدي ارضي السلفيه، شوي بدي ارضي داعش، شوي بدي ارضي اسرائيل، شوي بدي ارضي امريكا، شوي بدي ارضي الخليج، شوي ابن الطبيب. هيك البلد ما بتنبنى ولا اسمها براغماتيه هي ولا حتى تسمى بهلوانيه سياسيه. هي زوبعه في فنجان عم تدور. هي السلطة لن تستطيع أن تمر بالسلطة، لن تستطيع أن تستمر بالسلطة بهذا الجمهور وبهذه القوانين القاصرة وبهذا السلوك السياسي. نحن فرحانين بنقول الحمد لله قسم، هدول كلهم بدهم ياخذوا حقوقهم، بس السلوك اللي ماشي فيه حكومة دمشق لا يبشر بالخير. ما فيني جاملكم نكون من طب الجي عنكم، ما بيبشر بالخير أبدا أبدا أبدا، لا يبشر بالخير. لا تواصل مع إسرائيل اللي عم يصير ماذا تتفقون عليه من تحت الطاولة، عم نشوف إنه كرامتنا مهدورة، عم نسلم ونبيع كل شيء نحن وبنفس الوقت عم ناكل ضرب، والطيران عم يزرغف فوق راسنا وما ضل عندنا جيش ولا ضل عندنا معدات،
وتصريح مثل العالم ما عم يسجلوا طالعوا، قال بيطلع تصريح حماية الشرع برد، قال يعني مشان ما يقولوا ليش وين ما عم ترد. يجب ان يتوقف الاعتداء المتبادل بيننا وبين اسرائيل. ليش نحن سوريا ما تعتدينا على اسرائيل؟ فتشها ما مستني نضرب عليهم. شو الكلمه هي استاذ احمد؟ هي كما هي. هذا واحد. اثنين، هي الزعرنه والنطوطه والبوجه اللي عم يسووها جمهور السوشيال ميديا، واسمه الذباب الالكتروني، بسميهم انا الجراد الالكتروني وصراصير الالكترونيه. هي لن تجدي نفعا. يعني بتيجي اليوم اعلاميا بتكتب منشور ما بيخلوا عليها ستر مغطى. يعني في لي صديق اماراتي وفي لي اصدقاء قطريه وسعوديين زملاء، يعني شيء دبلوماسيين وشيء صحفيين، بيقول لي تفرج بالله عليك على هذا على المنشور. بقول له حلو شباب، بقول لك يا اخي اترك المنشور، شوف التعليقات يا زلمه. افوت على التعليقات بفرج. ابك واختك وصفتك يا فلتان، يا اختك والله انا عامل فيك حكومه الشرع راسك وليك والله انت ما تفصل انت فلول ما كانت على لا شبيحه الاسد ولا ابو شبيحه الاسد. صرت اصفن. مو معقول يا اخي يكونوا حمقى لهالدرجه السوار يكتبوا هالمنشورات. في عندنا حمقى من السوار والمتطرفين لا شك، اللي سموه هذا الشيخ اللي بحمص طالع على المنبر، اللي عمول سمير متيني كذاب ورامي عبد الرحمن كذاب والشيخ حبش كذاب والشيخ نجدي كذاب وسمير عيطه كذاب وفلان كذاب. ما عندنا فيها. في عندنا كم من الجهل، لكن في شيء مو مزبوط. اجتمعت كل الاعداء تبع سوريا ينهزموا بالمعركه واللي عم يخططوا للعوده وعم بهذا الاتجاه ليخلقوا حاله الكراهيه بالشارع السوري. تعليقات غير طبيعيه، والدوله لسه نايمه. عواد ما تكونوا قاعدين بالقدم. اليوم اجاني تبليغ 28 تبليغ حكومه دمشق، انتم عم تتابعوني، من منطقه القدم. اجهزه مستوردينها من دوله جاره، عم تحاولوا تعملوا لعبه زنخه على منصه الفيس وعلى منصه اليوتيوب. قبل هالمره وقعوا فيها جماعه الاسد واكلوا نصيبهم. برجع بمحبه سيد انس اسمع مني، الشباب اصدر قرار اللي بده يحاول يعمل جرائم الكترونيه او يحاول يحكر صفحات اعلاميين مشاهير وكذا الى اخره، بكره بيجيكم رسائل ودعاوى انترناشونال، لانه هي جرائم كثير خطيره انك تحاول تعتدي على خوارزميات. فنبه لي هالاولاد اللي عند منك اللي عم يستخدموا اجهزه جايبينها من دوله مجاوره بالتهكير وضرب الصفحات، ما بتسكر افواهنا. لو بدي اطلع امشي بالطريق هيك احكي وحالي على الطبله وعلى التنكه ما راح اسكت عن الفساد، وما راح اسكت يصير في عندنا دوله لا مركزيه فيدراليه اتحاديه ديمقراطيه يعيش المواطنين السوريين بمساواه. هذا وجهه نظري السياسي. لا بحمل عليكم باروده ولا بحرض الناس عليكم تتقاتلوا. انا مع انه الله يحميكم، مع الاستقرار ومع الامن العام يكونوا محميين والشعب يكون محمي ولا حدا يعتدي على حدا، لكن الترف السياسي والتعبير عن الراي هذا الدستور بده يكفله. ما يعمل عليكم مظاهرات، نضربكم بالقنادر، نضربكم بالقنادر قندره يعني للصور تبعكم، نضربكم بالبندوره، بنبزق عليكم، بنضربكم بالبيض، بنضربكم كف مثل المواطن اللي بده يضرب الرئيس الفرنسي. هيك الديمقراطيه بدك تتحمل الشعب. انتم سياسيين، اما لما بتكونوا سياسيين ما حدا بيصير يقرب عليكم، قانون بيحميكم. بس طالما انت شخصيه عامه اذا اعتديت على الاعلامي بتروح على السجن.